بيبدأ الفيلم بكلبة وهي بتعتني بكلابها الصغيرين لحد ما يجي 2 من الشرطة بياخدوها وبياخدوا الجرو بتاعها وبيمشي، لكن بينسوا آخر جرو فيهم ويكون مميز بلون الأحمر وبيطلعوا يقفلوا عليه الباب ومش شايفينه. نروح بعدها لإيميلي اللي نقلت في بيت جديد مع أمها، لكن في المدرسة بتاعتها في شوية بنات بيتنمروا عليها ويقولوا لها فلاحة، وبيزيد التين بلة لأن أمها هتسيبها لوحدها وتسافر وتقعد كده كام يوم. وبعدين نروح للكلب الأحمر اللي اسمه كليفورد وبيحاول يطلع من المخزن للدنيا. وبعد كده نروح لكيسي وهو خال إيميلي بيكون بيدور على وظيفة عشان عاطل وكمان ما عندوش بيت، ولكن بيوصل متأخر ومش بيلاقي شغل. وبعدين نروح لإيميلي وبيتلم كنزات من الشوارع عشان عرفت إن الطن ولفات كتير. كليفورد بيهرب في الشوارع من العربيات لحد ما يلاقي منتزه ويروح يلاقي حمام ويلعب معاه. الحمام بيغفله وياخد الاكل ويطير ولحد ما يشوفه راجل عجوز وياخده معاه ويمشي. في الوقت ده ايميلي بتعرف ان خالها كيسي هو اللي هيقعد معاها ويونسها لحد ما امها تيجي من السفر. تاني يوم كيسي بياخدها يوديها المدرسه، تشوف خيمه انقاذ حيوانات وبتطلب منه انها تروح تشوف بس ومش هتاخد حاجه، فبيوافق يروح معاها هناك. واول ما بيدخلوا بيقابلوا القرد بريدويل، هو صاحب المكان. واول ما بيدخلوا بيلاقوا حيوانات غريبه الشكل وكمان حجمها كبير. بريدويل بيعرض عليهم انهم يتبنوا الكلب الاحمر عشان يتيم. بيعجب ايميلي جدا وبتقرر تاخده وتربيه وتاخده معاها البيت. بتسال بريدويل بتقول له حجمه بيكون قد ايه، بيقول لها على قد حبك ليه بيكبر. خالها بيرفض لانه اصلا بياخد باله من نفسه بالعافيه، يعني هياخد باله من البنت وكمان الكلب، وقال له خلاص خد الكلب انا مش عايزه. وبعدين ايميلي بتروح المدرسه واصحابها بيقولوا لها انت ليه بتلم خرده، فبتقول لهم لا ده عشان الحفله الخيريه. فبيتباهوا بنفسهم قدامها وبيقولوا لها احنا لنا دفعوا لنا شيكات وانت لسه بتلم خرده يا شحات. وبيجي ولد اسمه اوين بيصاحبها وبتدخل الفصل بالكنزات والكيس بيتقطع وبيفضلوا يضحكوا عليها ويتنمروا كمان، وبتنقهر جدا وبتروح على البيت جاري وبتكون حزينه جدا وبتعيط بسبب اللي حصل لها في المدرسه. وبتيجي تلاقي شنطه بتتحرك وبتلاقي الكلب الاحمر، واللي نعرفه هنا ان بريدويل هو اللي حطه في شنطتها وبتسميه كليفورد. وبيفضل يتنطط في البيت لحد ما كيسي بيشوفه وبيعصب عليها وبتقول له انها ما سرقتهوش، لكن يوافق يبات بس ليله واحده وبعدين يرجعوا الخيمه. تقعد تلعب معاه وهي حزينه جدا وتتمنى ان هو يكبر ويكون قوي ما يكونش ضعيف زيها عشان يواجه العالم المظلم ده. تصحى تاني يوم بتلاقي كليفورد بقى عملاق. ايه ده بقى عملاق جدا، وبتخاف منه جدا لان حجمه كبير ومفكره نفسها بتحلم، ولكن بتكتشف ان هو فعلا كليفورد. بتكلم نفسها وبتقول انا كنت عاوزاه كبير لكن مش للدرجه دي. وبيبدا يلعب معاها ولكن بسبب حجمه الكبير بيبهدل الدنيا وبيكسر كل حاجه في الاوضه. ولما بتروح تصحي خالها بيطلع يتفاجئ بحجمه فعلا. خالها بيخاف وبيحاول يهرب ولكن بتهديه بتقول له ده الكلب بتاع امبارح ده كبر بقى عملاق. امها بتتصل بيها عشان تطمن عليها وكيسي مش عارف يقول لها ايه، ولكن بتعدي على خير بعد ما كدبوا عليها. ولما يجي يدور على النت على الخيمه بتاعت الحيوانات المشرده مش بيلاقي عليها اي اثر. ولكن الانيل من كده ان صاحب البيت طالع عشان يصلح غساله الاطباق. كيسي بيحاول يهدي الكلب لكن بيبهدله وبيحاول يخلصوا من صاحب البيت، ولكن لما بيخلص بيمشي. ايميلي بتكون خايفه لا يكبر اكتر من كده وبتطلب منهم انهم يجيبوا دكتور بيطري عشان يعرفوا ليه حجمه كده وهل هيكبر تاني ولا لا، وياخدوه على العربيه اللي عايش فيها كيسي عشان محدش ياخد باله. لكن الشارع كله بيلاحظ وبيبدا يصور فيه. ولكن الانيل من كده انه لقى كوره بلاستيك بعيده راح عشان يلعب بيها، وبيفضل يلعب بالكوره لحد ما الراجل اللي جوه بقى عباره عن معجون صلصه. الناس بتعجب بيه وبتفضل تصوره. ونيجي لشركه لايف جرو اللي بتحاول تلعب في الجينات تبع الحيوانات عشان تزود اللحمه وكمان الاكل عشان تكفي عدد البشر اللي بيزيد كل يوم، ولكن اللي بيحصل معاهم العكس. والمساعده بتنده عليه وتوريه صوره الكلب اللي مالي السوشيال ميديا، وده معناه انه يعرف السبب اللي خلاه يكبر عشان يفيده في الشركه عشان يزود مبيعاته ويطلب منهم انهم يدوروا عليه. وبعد كده بيوصلوا للدكتور البيطري ولكن بيتصدم من كبر حجمه. ولما يمسك السماعه عشان يسمع قلبه بيلاقي جي حمو بيكا وبيعرفهم ان صحته جامده جدا قوي جدا. ولما بيطلعوا عشان يملوا الاستماره بيتفاجئوا بان الريسبشنست بتقول لهم انتوا جايبينه من بريدويل. فبتسالها انت عرفت منين؟ إيه؟ تقول لها انا بقالي 20 سنه بيجيلي حيوانات غريبه من مستر بريدويل وزي ما يكون هو انسان ساحر. ولما بتسال ايميلي عن عنوانه بتقول لها ملوش عنوان، هو بيظهر اوقات
وبيختفي ساعات. بتبدأ الشركة تدور على البنت اللي معاها الكلب وبيعرفوا عنوانها. إيميلي بتنزل المدرسة تاني عشان تجيب أكل للكلب، ولكن بيتنمروا عليها تاني عشان كمية الأكل. تقول لهم انت بتعين الأكل ولا إيه؟ ولما بتيجي تحط كاتشب بتغرقها، ولكن بتعصب جدا عليها وبتيجي عشان تتخانق معاها، ولكن بيوصل العملاق كليفورد. وهنا البنات بتحاول تقرب منها بعد ما كانوا بيتنمروا عليها، وبتقدر تاخد ثقة زيادة وترد على البنت. الكلب بيهزقها وبتاخد بعضها وبتجري. لما بيوصلوا البيت بيكتشفوا ان صاحب البيت عرف ان كان في كلب وقفل الشقة. في نفس الوقت كان في واحد بيصلح طبق الدش عشان ما كانش جايب له قناة فيلمك عنه، بعدين بيقع فبيجري كليفورد عشان ينقذه، وفعلا بيحصل. الناس بتبدأ تحبه اكتر واكتر وبيفرحوا بإيميلي جدا، لكن كيسي بيكون زعلان جدا بسبب ان كل مكان يروحه بيتخرب، حتى اخته بيخرب عليها. وبعدها بيوصل رئيس شركة لايف جرو تايران، يقول لهم ان في كلب بالحجم ده هيرد من شركته وبيعرض عليهم فلوس عشان يوافقوا، ولكن بترفض إيميلي لانه كذاب. بيجي الدكتور عشان يخدره، ولكن التخدير مش بيأثر فيه وبيجري. كل الناس بتساعده عشان يهرب، هما بيحاولوا يعطلوا الحراس ولكن بيكتشفوا ان الباب بيفتح بالعكس، ولكن فعلا بيقدروا يعطلوهم ويضربوهم لحد ما إيميلي هي والكلب يهربوا. مديرة المدرسة بتتصل على ام إيميلي بتقول لها ان إيميلي ما جاتش المدرسة النهارده. بتتصل بكيسي وبيكذب عليها، بيقول لها هي بتروح كل يوم، دي شاطره جدا. تيران بيروح يبلغ وقال ان الكلب بتاعه وهرب وعنده طفره جينيه هما اللي عملوها، وانه خايف ان الطفره دي تتنقل في حيوانات تانية، انه يلاقي لو مؤاخذة ذكر بط بيطير. يطلعوا في التلفزيون وبيقولوا للناس اللي يشوف الكلب الاحمر ده يبلغ على طول. وبيكونوا في بيت اوين، ولما بيجي ابوه بيفضحوا وبيقول لهم ان هو بيحب البنت دي، ولكن ابنه بيعدي الموضوع وبيعرفهم على المشكله اللي هم فيها. بيقول لهم ان هو عنده 500 فدان في الصين وممكن يودوا هناك كليفورد، ولكن إيميلي بترفض. إيميلي بتقول له بسبب الكلب دوت انا حياتي اتغيرت لان كنت الاول وحيده وحزينه. كيسي قال لها احنا هندور على بريدويل، ولو ما لقيناهوش خلال يوم احنا هنوديه الصين. بيدوروا عليه في المستشفى، ولكن بيتفاجئوا بالفيونكه بتاعته، ولما سالوا عليه قال لهم ده مات الصبح. قررت ان هو يروح الصين لان بريدويل اللي هيرجعه صغير تاني مات. إيميلي بتودعه وعرفته ان هي عملت كده عشان محدش يأذيه، وهي مضطره تعمل كده لان بسبب حجمه الكبير ده مش هتقدر تحتفظ بيه. وبيحاول يرجع صغير تاني وبيكشف نفسه، ولكن بتودعه وبيركب على المركب وبيمشي. ام إيميلي بتشوف بنتها مع الكلب العملاق في الاخبار. تاني يوم كيسي بيجيله رساله على التليفون انه لو هيحضر جنازه بريدويل، ولكن بيتفاجئ انه مش هو اللي بيدور عليه وطلع واحد تاني هو اللي مات. وبيجي اوين بيقول لهم انا لقيت الخيمه بتاعت بريدويل في المنتزه. ويجي صاحب الماركت يقول لهم ان الشرطه مسكت كليفورد قبل ما يطلع بره البلد، وجيرانهم بيفضلوا يساعدوهم عشان يروحوا ينقذوه من الشركه. امها بتتصل بيها وتعرفها ان هي هتروح تنقذ الكلب وهتيجي تكلمها تاني. ولما بيروحوا هناك كيسي بيحاول يقطع السلك، ولما بيدخلوا في ناس بتشتت الرئيس وناس بتحاول تدخل الناحيه التانيه. بيفتحوا لكل الحيوانات الغريبه ومنهم الخروف الغشيم، لكن الست العجوزه دي بتقدر تسيطر عليه وتوديه الناحيه التانيه. كيسي بيدخل عند الكلب وبيخرجوا كل الناس بره المختبر. كليفورد لما شاف إيميلي فرح جدا وقام يلعب معاها وتركب عليه، وكليفورد يهرب من الشرطه، وكيسي يفضح الشركه ويقول للناس ان الشركه عايزه تخطف الكلب بتاع إيميلي، والشركه بتقول ان هو كلبها وهرب وهو حجمه كبير، لكن الحقيقه انه كان جرو صغير وكبر فجاه. ويفضل كليفورد يهرب من الشرطه وينط على العربيات لحد ما يوصل للمنتزه، واخيرا بيلاقي بريدويل. وهنا بتقول له إيميلي رجعه صغير تاني، بيقول لها لا انا ما اقدرش، ده كبر بسبب حبك ليه. ولما الشرطه بتيجي تحاوطهم بتقول لهم لا ده مش خطر، ولكن هو مميز مش اكتر، ولازم نحبه مش نطهه، ولازم نبعده عنهم عن الاشرار. والناس بتبدا تتفاعل معاها وتتفاعل مع الكلب، حتى امها بتتفاعل معاها. والشرطه بتوصل ومعاهم تيران وبيقول ان الكلب بتاعي، وكمان حاطط شريحه فيه من زمان تثبت ان هو بتاعه. وراح الضابط عشان يتاكد، ولكن الساحر بخفه يده بيشوف شغله وبيتاكد ان الكلب بتاع إيميلي. ولما صاحب الشركه بيروح عشان يتاكد بيتصدم، ولما بيهرب منهم بيروحوا يمسكوه الشرطه وبيقبضوا عليه بسبب كده. والكلب بدا يغير حياه الناس، حتى صاحب البيت اللي ما كانش يحب الكلاب، حتى كيسي لقى شغل وبيت، والحي كله بقى عباره عن عيله واحده. طالما وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع السلامه.